أسرع أكلة ممكن تعمليها في ثواني، بدون لبن، بدون زبادي، بدون بيض. أكلة كده سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وهقولك على أي مكونات ممكن تعمليها بيها. أنا هنا عندي 3 كوبايات دقيق، ومعلقة سكر، ومعلقة خميرة فورية، وربع معلقة ملح. يلا بينا كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا كده نكسب حسنات ونقول في الكومنتات كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا هنا انا حطيت كوباية مية على ال3 كوبايات دقيق. تلت يعني 3 كوبايات، 3 قصدي كوبايات دقيق عليهم كوباية مية، وما حطيتش غيرها، هي بس ديت. كل طبعا دقيق يختلف عن التاني. خلاص انا هفضل اقلب كده، يعني مش هعجن لحد ما ايديا كده تطلع من العجينه. انا هنا بقول لكم ما خدتش غير المج بس بتاع الميه اللي احنا حاطينه، وحاطين بنفس المعيار 3 كوبايات دقيق. هغطيها كده واسيبها، ولا هحط زيت ولا اي حاجه خالص دلوقتي، وهركنها على جنب. هجيب كده كام بصلايه، وهعمل هعصج لحمه. انت بقى عايزه تحطي بسطرمه حطي، عايزه تحطي آه، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها، يعني احشي اللي انت عايزاه، الحشوه اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه في الحشوه اللي احنا هنعملها ما يكونش فيها ميه خالص. تمام. انا هنا هعمل اللحمه اللي هي المعصجه. آه، زي ما قلت لك، انت بقى عايزه تحطي سجق حطي، عايزه تحطي لانشون، عايزه تحطي بسطرمه، عايزه تحطي الجبنه، بس الجبنه برضو اللي ما فيهاش ميه. الحاجات دي كلها احنا اهم حاجه عندنا ان ما يكونش فيها ميه، عشان العجينه ما يبقاش عامله عجينه من جوه. انا هعمل هنا اللي هو الفطير الشرقي، او الفطيره كده. فطيره دي هتطلع مشتركه بين الاتنين بصراحه، بين الشرقي وبين اللي هي او الفطيره الايطالي. فاحنا خلينا كده حطينا التوابل طبعا، بابريكا، توابل بقى. انا حطيت هنا بدال الملح، ما بحطش ملح خالص، حطيت ماجي. يعني انا حطيت ماجي واستكفيت بالماجي بس، علشان مش عايزه فيها اي حدوقه كده، عشان انا طبعا ظابطه العجينه، فمش هتبقى عشان ما تبقاش حادقه. عملناها كده زي ما انتوا شايفين. عايزه تعمليها كمان بالجمبري بتبقى جميله وتحفه، يعني تحشيها اللي احنا الحشوه اللي هنعملها دي بالجمبري. بصي بقى انا هعمل الحشوه ازاي. انا هقطع كده 16 قطعه من القطعات اللي هي على قد الكف كده بتاعت الايد. ال3 كوبايات عملوا لي 16 قطعه. هعمل صينيتين بيهم، 4 في الأرضية و4 اللي هم اللي فوق. تمام. والحشو اللي في النص ده يبقى الاختياري بتاعك اللي انت هتحطيه. قطعته كده. بصوا حتى بصوا مفيش عجن، يعني مفيش قصدي فرد ان هنتعب فيه ولا الكلام ده كله. دي كوباية زبدة، زبدة كده بالمرطة بتاعتها كده سايحة كده، سيحتها وخليتها لحد ما بردت خالص. وبعدين هحط بقى فيها العجين اللي احنا عملناه ده كله. في ابسط من كده ولا اسهل من كده؟ مفيش. يلا عايزاكم كده بقى تقولوا لي الكومنتات بتاعتكم، وحشتني الكومنتات بتاعتكم الجميله اللي بتقولها لي، وانا مستنيه تعليقاتكم. والله ما كنت ناوي انزل خالص على اليوتيوب، بس انا بنزل عشان حبايبي ان انا وحشوني فعلا، ونفسي انزل لكم كل حاجه. بس بصراحه انا بلاقي على الفيس اسهل، يعني علشان ما فيش اي تفاعل خالص في القناه. خلاص انا هنا عملت 4 وهنا 4. عايزه اقول لكم اللي في التانية دي انا هعملها في الصينيه تانية، وهقلبها عليها وهوريكم دلوقتي هعملها ازاي. الطريقه دي سهله جدا. عايزه بقى تلفيها لفيها، بس انا لا، مش هلفها ولا اي حاجه. انا هفردها كده واحده على التانية، هتبقى عامله من جوه تحفه. انت هتجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها لما تجربيها. طريقة جديدة مفيش حد نزلها قبل كده بالطريقة دي. أنا بحب أنزل الحاجة اللي هي منزلتش قبل كده. شايفين العجينة بتفرد معايا ازاي وزي الفل،
ولا بتتقطع ولا اي حاجة يعني. هنا بقى انا كنت حاطة ظهر الصينية التانية دي عشان افرد عليها الاربعة التانيين. حطيت كده بقى في النص بعد ما برد خالص، متحطيش اي حاجة سخنة على حاجة فيها خميرة. بعد ما برد العصاج حطيته كده في النص. انا بعمل لكم بسرعة علشان ايه الوقت، لكن انا باخد وقت شوية فيها، بس هي بتطلع معاكي تحفة وجميلة جدا. والله ما يعني هي ما خدتش وقت ولا حاجة، ويعني ما خدتش وقت، بس طلعت حلوة كده جميلة. ما يجراش حاجة، انت بتفردي الاولانية، وبعدين بتفردي التانية عليها، وبتجيبيها من النص كده لبره. بصوا عملتها ازاي، نزلتها بقى بالطريقة دي. والتانية برضو الصينية التانية هوريها يعني هقول لكم ان انا برضو عملتها نفس الحكاية، بس مش هجيبها يعني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. احنا كده الفكرة وصلت لكم اني عملتها ازاي، 4 من تحت و4 في النص. ورحت عاملاها كده اهو بالطريقة دي، فردة عليها. طبعا لازم نقطعها قبل ما تخش الفرن، علشان ما تقبش كده من النص وتبقى ايه، تبقى تطلع لك دي لوحدها ودي لوحدها. فاحنا ايه، انا بعد ما دهنت الزبدة من على الوش كده، برضو جبت الكاتشب بقى اللي هو دوت. الكاتشب ده جاهز بصراحة بس قلت استعمله يعني، اعمله فيه. طلع كويس يعني، بس بيبقى مطفي بعد ما اما بيخش في الفرن وكده بتحس ان هو ايه، مطفي، مش بيدي لمعة. عشان كده هقولك هتعملي ايه عشان تديله اللمعة اللي في الاخر. اقطع بقى كده زي ما انتم شايفين. معلش انا اسفة على صوت الشباك، ما انا لازم افتح حاجة من الاتنين، افتح لا اما المروحة بتعمل صوت جامد، لا اما افتح الشباك، فمستحملة وفتحة الشباك يعني. عملت كده زي ما انتوا شفتوا، بس هي ما جاتش. انا بقول لكم هنا انا قلبت اللي هي دي على الصينيه دي، يعني دخلت الصينيه التانية دي وخلاص عملتهم وخلصتهم. دي واحده هخليها على جنب دلوقتي، والتانية هسويها معاكم وهوريها لكم. خلاص اديني اهو سويتها على طول، ما خدتش وقت في الفرن، يعني خدت يجي مثلا ربع ساعه كده، او اكتر من ربع ساعه شويه، يعني لازم تكون مستويه كويس. وهديها بقى عشان تديني اللمعة كده من على الوش، هديها الزبدة كده اهوت او قشطة لو عندك قشطة. اول ما هتحطيها هتروح سايحة على طول كده فيها. ونطلعها بقى مع بعضينا ونشوف الجمال والحلاوة ديت اللي احنا عملناها. تحفة وطعمها جميل جدا. لا تجيبي بقى بيتزا شرقي من بره ولا اي حاجة، بأسهل طريقة هتعمليها في البيت. شايفة الجمال والحلاوة، شايفة عاملة ازاي؟ عايزة اوريكي بقى من تحت كمان عاملة ازاي، عاملة زي ما يكون كيك كده ومحشي من جوه لحمة مفرومة. وكمان في رقات، يعني اللي من فوق رقات ومن تحت رقات. بصوا شايفين الجمال، شايفين عاملة ازاي من تحت. كان نفسي اسمعكم القرمشة بتاعتها، بس للأسف بقى ما كان ما رضيتش يعني، قفلت الصوت كله فما جاتش يعني. شايفة الجمال والحلاوة، واخدة من الشرقي وواخدة يعني ايطالي كده على شرقي، جميلة جدا. تاكليها بألف هنا وشفا وجربيها وتقولي لي ايه رأيك. والتانية هوريها لكم عملت ازاي لما سبتها بقى قعدت خمرت، فعشان كده هسويها نص تسوية واشيلها في التلاجة. ولما عاوزة اكمل بقى تسويتها وكده هطلعها من التلاجة واسويها. يا رب الفيديو يعجبكم النهاردة، والطريقة تكون سهلة وبسيطة وأكلة خفيفة في الصيف اللي احنا فيه ده، حتى في الشتاء هتبقى حلوة برضو. وديت برضو عايزة اقول لكم دي بقى لها كتيرة قوي عندي، الزيتون والمخلل ده ما بيجرالوش اي حاجة طول ما هو في التلاجة. وبألف هنا وشفا. واوريكم بقى الصينية كمان التانية دلوقتي. عجبك؟ خفيفة خفيفة جدا،
يعني انت تعرفيها لما تلاقيها هتلاقيها معاكي خفيفة قوي 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 كده، مش تقيلة وعجين ولا، لا خفيفة جدا، طعمها تحفة. بألف هنا وشفا ليكم، يا رب تعجبكم. عايزة تحطي جبنة موزاريلا فيها بقى حطي، انا ما حطيتش اي امكانيات، يعني انا ما حاولتش ان انا اكلفها باي تكاليف زيادة. هي النص كيلو لحمة مفرومة اللي كان موجود عندي هو ده اللي انا قلت ان انا اعمله، كان ربع وربع، عشان احنا في اواخر الشهر وكده، فلازم نعمل الاكلات اللي هي ايه تبقى بسيطة دي. عايزة اوريكم بقى هنا التانية اللي هي ديت، انا كنت سايباها وقلت اما اخليها، بصوا ما شاء الله خمرت وبقت عاملة ازاي. حطيتها في الفرن كده لحد ما استوت من تحت واستوت برضو من فوق نص سوا، وقلت اما بقى احطها في التلاجة واطلعها وابقى اعملها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم، وبتوحشوني جدا. مع ألف سلامة وفي رعاية الله.